مساء الفل. خلينا الاول نقول هارد لك لجماهير الزمالك. الفريق النهارده قدم جيم حلو على المستوى الدفاعي قدام فريق تقيل ومتكامل زي النصر. ناس كتير توقعت ان الماتش ممكن يبقى سكور ومش هيكون في نديه، لكن الزمالك كان الحقيقي كان ند قوي جدا للنصر، وده بشهاده كريستيانو رونالدو. انا شخصيا كان نفسي فعلا الزمالك يكسب عشان خاطر جماهيره اللي الحقيقي كانت تستحق ان هي تفرح. في اهلاويه كتير مش بيعجبهم كلام زي اللي انا بقوله ده، بس قبل ما افسر انا بقول الكلام ده ليه، خلينا ناكد على بعض الثوابت في الكوره على مستوى التشجيع. مفيش حد يقدر يلومك لو شجعت الفريق اللي بيلاعب المنافس او الغريم بتاعك، مفيش حد يقدر يلومك لو حفلت على الفريق اللي بينافسك او غريمك لو خسر من فريق تاني سواء فريق وطني او اجنبي. لكن لما يكون غريمك او الفريق اللي بينافس فريقك هو فعلا بينافس وعنده نفس الظروف والامكانيات، ساعتها انا هكون مبسوط لما اقدر اتفوق عليه. لكن احنا قدام حاله غريبه جدا، فريق بيلعب في بطوله دوليه، رئيس ناديه اللي هو اصلا معزول طلع قبل ماتش مهم هيحدد صعودهم او خروجهم من البطوله، يطلع يقول لك انا ماشي ماليش دعوه بالنادي، وانا دلوقتي مشجع والنادي على فكره مديون ب 140 مليون جنيه ولسه في عليه مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا. لو جينا بصينا لاخر 3-4 ماتشات بين الاهلي والزمالك ما كانش عندي شك ان الاهلي هيكسب. فانا نفسي ارجع لايام ماتشات الاهلي والزمالك الحلوه اللي ما بتعرفش مين فيهم هيكسب، ساعتها المكسب فعلا بيكون ليه طعم. طيب يلا بينا نخش على الماتش. في الدقيقة 3 رونالدو كان شبه انفراد بثقة كبيرة جدا، حسام عبد المجيد قدر يطلع الكرة من قدامه من غير ما يتحسب عليه ضربة جزاء. بدأ الزمالك بينقل الكرة براحته بس على ورا من غير مبادرات هجومية، وده منطقي جدا لأن أنت بتلاقي فريق تقيل ومتكامل وبيتقلوا أكتر وجود نجم زي كريستيانو رونالدو. واحد كانت اللعيبه كانت بتشوفه في البلاي ستيشن فجاه لقوه في الملعب قدامهم، فالموضوع فعلا صعب. اول كره خطيره تعتبر هي الكره اللي جاب منها الجزيري جون واتحسبت تسلل، وبالمناسبه في القانون الجديد الكره دي والكره بتاعت النصر اللي داخل الجون واتحسبت برده تسلل مش هتبقى تسلل، لان في القانون الجديد لازم اللاعب يكون متسلل بكامل جسمه. في الدقيقه 14 كوره على حدود ال 18 دونجا عمل فاول ساذج جدا مع تاليسكا من مكان النصر بيجيب منه جوان. دونجا ما لقاش اي حاجه يعملها معاه غير ان هو يشده، الفاول اتلعب، الجزيري غير اتجاه الكوره بعد ما كان صبحي رايح مع الكوره، بس صبحي عمل رد فعل سريع جدا يبين لك قد ايه الحارس ده كويس ويفسر لك الراجل ده ليه بقى الحارس رقم 2 في المنتخب بعد ما كان السنه اللي فاتت بس الحارس رقم 4. في الدقيقه 18 كان في هجمه خطيره جدا للزمالك، شيكابالا ما قدرش يستلم الكوره اسرع وكانت هتطلع منه بره. لو كان في لاعب سريع ما كان شيكابالا كان قدر ان هو يستخلص ويستلم الكوره بسرعه ويلعبها قبل ما لعيبه النصر تتمركز. لو كانت الهجمه دي كملت صح كانت هتعمل خطوره كبيره جدا جدا وكانت هتغير مصير المباراه. ضربه جزاء الزمالك صحيحه 100%، وهنا بقى عايزين نشيد بالتحكيم العادل اللي على الرغم من الكره اتلعبت خلاص لكن الحكم وقف اللعب في نص الملعب عشان يحسب ضربه الجزاء بعد ما الفار ما قال له ان في شك انها لمست ايد المدافع. تغيير شيكابالا اتاخر كتير لحد دقيقه 70، كان لازم يحصل بدري اكتر من كده. ابراهيم نضاي يعني انت بتعمل ايه؟ انت يا باشا لوحدك تعرف تعمل كل حاجه، يعني تعرف تركب الكره صح وتلعبها بدماغك، تعرف تستلم وتشوط، تعرف تستلم وتباصي لدونجا. اخر ربع ساعه الزمالك كان بيلاقي صعوبه شديده جدا في الطلوع بالكوره بسبب الضغط الكبير اللي كان بيعمله نادي النصر والمدافعين كانوا بيشتتوا الكوره على طول. في الدقيقه 75 صبحي عمل كده حته كلاحه مصريه كده وطبعا خد فيها انذار. خروج الجزيري ما كنتش شايف انه صح لانه هو اللي كان بيمنع خط دفاع النصر في انه يطلع بالكوره بسهوله وينقلها زي ما هو عايز. كوره الجون فتوح عامل تغطيه عكسيه ومطلع حوالي 3 كور زي الكوره بتاعت الجون بالظبط. ليه تغير من مكانه؟ واحد قافل لك حاجه بيلعب عليها الفريق المنافس ورونالدو بيجيب منها جوان، بتغير مكانه ليه؟ خلينا نقول ان فريق النصر فريق محترم جدا، وكون ان الزمالك قدر يعمل نتيجه ايجابيه معاه فده في حد ذاته مكسب. سلام.